منين صناعة فوانيس رمضان أو إزاي بقى أيقونة رمضان كل سنة؟ تعال أقولك. بتبدأ الحكاية من زمان قوي، من أيام الدولة الفاطمية تحديدا سنة 362 هجريا، لما الخليفة المعز لدين الله الفاطمي دخل مصر في 15 رمضان. الناس خرجت تستقبله بالمشاعل والفوانيس المنورة عشان تنور ليه الطريق وسط ترحيب كبير جدا من المصريين. من هنا بقت الفوانيس من مظاهر رمضان وبقت عادة، وكل سنة في رمضان الفوانيس بتملى الشوارع وبقت رمز للفرحة. وفي حكاية تانية بتقول إن في عهد الحاكم بأمر الله الفاطمي كان ممنوع على أي ست إن هي تخرج بالليل إلا في شهر رمضان، بشرط إن يسبقها طفل بفانوس منور عشان يعرف الناس إن في ست بتعدي دلوقتي والناس يوسعوا ليها الطريق. ما كانش بيكون منور في البيوت، كان بيبقى موجود بس في منارة الجوامع كإعلان إن جه وقت السحور. فكان الأطفال بيطلعوا مع المسحرات في الليل بفوانيسهم المنورة عشان يسحروا البيوت، لحد ما بقى الفانوس مرتبط بشهر رمضان. بس أكتر حكاية أجمعوا عليها العلماء هي أول حكاية. صناعة الفوانيس بدأت بسيطة، كانت عبارة عن صندوق معدن بإزاز ملون وفيه شمعة من جوه عشان تنوره. كل فانوس كان بيتعمل يدوي باستخدام الصفايح والنحاس. مع الوقت الصناعية بدأوا يبدعوا في الأشكال ويعملوا أشكال وألوان مختلفة. مع التطور ظهر البلاستيك واللمبات الليد، بقينا نشوف فوانيس بأشكال كرتونية وأغاني. ورغم ده كله لسه الفانوس اليدوي ليه مكانة خاصة عند الناس. وبس كده، دي أصل الصنعة.